وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين، ورمضان كريم. وشايفين بقى بدينا بقى في حلويات رمضان الجميلة دي، مهلبية ميكس بقى كده، هتعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفة دوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ويلا بينا نشوف مقادير المهلبية النهاردة. انا معايا رتل من الحليب وربع كوباية نشا ونص كوباية دقيق، ودول معلقتين كريم جانتيه. لو عايزة تستغني عنها وتضيفي قشطة هتديكي نفس التست. انا هنا ضفت الحليب بتاعي، وهنزل بنص كوباية الدقيق ونص كوباية سكر، معلش ما كانتش محطوطة في المقادير، وربع كوباية نشا زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقتين الكريم جانتيه. وقلت ممكن تستغني عنه وتضيفي لو عندك قشطة لباني او قشطة معلبة زي ما انتي حابة. انا هنا كده هقلب المكونات كويس جدا على البارد، شايفين؟ وبعد كده هرفعها على النار وهستمر في التقليب لحد ما القوام يتماسك معايا ويبتدي يغلي. شايفين بقى هو ده القوام اللي انا محتاجاه. اول ما تغلي معايا المهلبية كده هنزل بقى بمكعبين كده 3 زبدة زي ما انتوا شايفين، هيدوكي بقى يعني طعم وغناوة. وشايفين اللمعة بقى اللي بقت في المهلبية كده، عزز الطعم بتاعك كده. شايفين السمكة؟ هو ده اللي انا محتاجاه. احلى مهلبية بجد هتاكليها. هبتدي بقى اصب المهلبية بتاعتي كده. انا هحط نص الكاس بس منها، حابة تزودي تمام، حابة تحطي دي اكتر من قمر الدين زي ما انت حابة. بجد حاجة هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد. ميكس حلو عجبني جدا. زي ما انا قلتلك، حابة تحطي النصين، حابة التلتين والتلت زي ما انت تحبي وتفضلي. اعملي. انا مش هحطها في التلاجة، انا هسيبها كده تبرد وهبتدي نشوف المهلبية القمر الدين. انا هنا ده قمر الدين، انا مقطعاه وحطيت عليه حوالي 3 كوبايات مية مغلية وسبته عشان يدوب. لازم تتأكدي من عدد الكوبايات اللي حطيتيها، لان هتستخدمي عدد النشا زيها. يعني انا هنا استخدمت 3 كوبايات مية، هحط 3 معالق من النشا عليهم نص كوباية سكر، وهضرب زي ما انتوا شايفين في الخلاط. ادي نص كوباية السكر و 3 معالق نشا. هضرب بس الخليط كده شوية مع السكر زي ما انتوا شايفين، ما تستعجليش عليه. وبعد كده هنزل بالنشا. شايفين؟ انا حاسه ان القوام هنا تقيل شويه، هخفه شويه بشويه ميه، ما يجراش حاجه، عادي ميه عادي من الحنفيه. وهتستمر في الضرب بالشكل ده. بجد ريحه قمر الدين حلوه جدا. هنزل بقى معايا كده في الحله زي ما انتوا شايفين، وهرفعها على النار لحد ما تبتدي تتماسك كده وتغلي معايا، واتاكد ان النشا استوى جوه المهلبيه. ريحه بقى المشمش بقى طالعه كده حاجه جنان. هنا بقى المهلبيه الكريمه معايا الفانيليا دي بردت وهي محطوطه كده، ما حطيتهاش في التلاجة. هنزل عليها كده بالمهلبيه قمر الدين. يا سلام بقى، ميكس كده عالي بصراحه، حاجة كده هتشرفك قدام ولادك، وحلوة جدا في العزايم. سهلة، ممكن تعمليها قبلها بيوم وتحطيها في التلاجة. بجد حاجة جميلة. انا مش هحطها في التلاجة لما تهدى خالص. شايفين شكل؟ طبعا بجد حكاية. هنا بقى خرجتها من التلاجة بقى، واعملي الديكوريشن اللي انت حباه ونوع المكسرات اللي انت حباه، ضيفيه عليها بالشكل اللي يناسبك. بجد حاجة جميلة جدا، وطعم بجد خرافة وكريمي، هيعجبكم قوي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ورمضان كريم، واستنوني في وصفة جديدة.